بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اقدم لكم فيديو خاص اللي هو عن بدائل لكيس اللكم. مثلا اذا انت ما عندك فلوس تشتري كيس لكم مثل هذا، راح اعطيك بدائل 6 فيديوهات الى 8 فيديوهات تسوي اشياء تستفاد من عندها. هي عباره عن بديل لكيس اللكم. البديل رقم 1: تحتاج الى بنطلون قديم او مشقق او شيء مثل هذا. تحتاج إلى مقص، خبر، تحتاج إلى إبرة، وتحتاج إلى خيط غليظ يعني سمين سميك قوي. أوكي، نبدأ التحضير. أول نقطة نسويها نقوم بقص البنطلون من النصف. هذا هو النصف، هناك خط موجود في النصف، نقص البنطلون إلى النصف. نحتاج نص من البنطلون يكون عدل ميل، والنص في الآخر حتى إذا صار مو عدل مو مشكلة. أوكي، انظروا إلى هذا النصف، حصلنا على هذا النصف. أوكي، نصف عدل وجميل، يعني القطع مضبوط 100%. الآن نقوم بالعمل التالي. هذه الجهة نقوم بإدخالها إلى الداخل. أوكي، يعني طلوبة داخل البنطلون. نعم. أوكي، أصبح شكلها. نعم. هسه أوكي بالخيط والإبرة. هسه قوم بخياطتها. بعد أن قمنا بخياطة الجزء السفلي بالخيط الغليظ، نقوم بتعبئة أي ملابس القديمة، قم بتعبئتها هنا إلى أن يمتلئ الكيس. وبعد أن يمتلئ الكيس نقوم بربطه من جديد من هنا. أوكي؟ جيد. طيب، هنا شلون راح نمرن بالكيس؟ اكو طريقتين. الطريقة رقم 1 انك تصنع حامل للكيس. حامل للكيس. ما هو حامل للكيس؟ اي كالآتي. مثلا اذا تريد تعلق الكيس، بالسلوك تقوم بعمل حامل من هنا. اوكي، وتعلق الكيس من هنا. اوكي، طبعا حتى ليس الفيديو طويل ما راح اسوي لكم كلية، مجرد راح اشرح لكم اياه. واذا تريد الكيس ينحمل على باليد، مجرد ان تقوم بوضع شريطين هنا، تقوم بخياطتهما من هنا ومن هنا، فيصبح لديك كيد. اوكي، راح اشوفكم الكيس الكامل وجاهز. انا قمت بصناعته من قبل. اوكي، هو نفس الطريقه الاولى، مجرد انه وقت له هذا الحامل اللي شرحت لكم اياه ودرسته منه. اذا ضفت له حامل من الجوانب تستطيع ان شخص يكمش هنا وشخص يتمرن. واذا اضفت حامل من هنا تستطيع ان تعلقه الزبطه. هذا الحامل من ناعم، تستطيع ان تعلقه بالحائط مثلا بالمسمار واستعماله باللكم. اوكي، اذا كنت شخص وحده، واذا كنت شخصان استعمال الحامل الجانبي تمام.